صباح الخير. مش ساعات كده كلنا بيبقى نفسنا كده ناكل فطير مشلتت سخن لسه معمول دلوقتي حالا كده وطازة، وناكل بقى جنبه عسل وجبنة قديمة. بس بيستصعب بقى كده علينا وتحس ان هي حاجة صعبة ولسه هقوم اعمل فطير. لا تعالي بقى انا هقولك هتعملي الفطير في البيت بكل سهولة وبساطة زي ما متعودين، ومش هياخد معاكي وقت وهتاكلي احلى فطير مشلتت من تحت ايديكي. يلا بينا. انا عملت هنا كيلو دقيق. ولو اول مرة تعملي اعملي كيلو دقيق بس. انا عملته عشان يبقى طازه كده ويتاكل على طول. عملته كده في البوله بتاعه العجينه. واحتاجت بقى 3 معالق سكر وشويه ملح صغنطاطين وزبدية و3 معالق لبن بودر. بس كده هي دي كل المقادير اللي احنا محتاجينها. هنزل بقى بكل المقادير الناشفه دي كده وهقلبهم، وبعدين هحط البوله بقى في العجينه وقلبتهم كده على الناشف، وبعدين هحط على الدقيق بالمقادير الناشفه اللي انا حطيتها عليه. بالظبط بالظبط نص لتر ميه، يعني كوبايتين ميه كبار. نص لتر ميه بالظبط. لو عندك معيار يعني نص لتر ميه بالظبط على كيلو دقيق هيطلع معاكي مظبوط جدا. وهنحط هنا الزبدية، وبعدين ضفت معلقتين من الخل، ومعلقتين الخل دول سر نجاح بقى العجينة. كده هي اتظبطت معايا بقى واتعجنت وطلعتها كده على الصينية سبتها. وهحتاج للفطير للكيلو دقيق هحتاج بالظبط 300 جرام من الزبدة. هحطهم كده جنبي في طبق وهفردها بالنشابة بالشكل ده كده. بصوا، هنفضل نفرد فيها، بس طبعا هنحط تحتيها رشة كده دقيق عشان ما تلزقش في المشمع. وهنفضل نفردها كده كويس بالنشابة لحد ما تتفرد معانا. المهم ما تبقاش رقيقة قوي. هي كده بصوا، انا فردتها لحد ما تبقى بالسم كده، ما تبقاش ارق من كده. وبعدين هناخد بقى من الزبدة وهنفضل ندهن كده عليها كلها. هنغرقها بقى زبدة بقى. وده بقى يعني اللي بيحلي الفطير انك تحطي له زبدة كويس. بصوا غرقناها بقى كده زبدة. احنا بالظبط بنحتاج 300 جرام من الزبدة على الكيلو الدقيق. وببتدي الف فيها بالشكل ده كده. بصوا، بنبتدي نلف فيها زي رول كده. آه، وهي نحاول ان احنا ندخلها ببعضها زي ما انتوا شايفين. انا مصوره لكم عشان تشوفوا انا بعمل ايه بالظبط، يعني تعملوها بالظبط عشان تطلع معاكم ان شاء الله ناجحه، تطلع احسن مني كمان. بصوا، هفضل الف فيها كده كلها من هنا ومن هنا كده لحد ما الفها كلها على الزبده. اتعجنت معايا بكل سهوله، والمقادير اللي انا قلتها لكم امشوا عليها مظبوط عشان تطلع معاكم ناجحه. انا قايله لكم المقادير بالظبط اللي انا عملتها، هيطلع معاكم احلى فطير مشلتت كده وهتشوفوه دلوقتي بعد ما اسويه. بصوا انا قفلتها كده بالشكل ده وهفضل اضغط عليها كده من جميع النواحي. لو حابين تعملوا فطيرة تكون كبيرة حجمها كبير، تقدروا تقسموا دي على فطيرتين وبس، يعني تعملوها على فطيرتين. لكن انا عملتها على 4 فطاير، حسيت ان ده حجم الفطيرة حلو قوي كده، مش عايزاها اكبر من كده. وحطيتهم كده بعد لميتهم كده على بعض وحطيتهم في صينية. بس قبل ما حطيتهم في الصينية دهنت الصينية دي زبدة كويس جدا. وبعدين هاخد بقى شوية زيت صغيرين وهدهنهم كده على الوش بتاع العجين. وهجيب استرتش عندي وهقفل الاسترتش كده بالعجين، وهسيبها في التلاجة لمدة نص ساعة بالظبط. مدة نص ساعة هسيبها في التلاجة وهطلعها. كده انا سبتها في التلاجة نص ساعة وطلعتها. ابتديت بقى اخد واحدة واحدة، رشيت كده شوية زيت على الترابيزة وهبتدي افرد فيها كده بالشكل ده. وهاخد شوية زبدة واحطهم في نصها كده وابتدي اعملها كده بالشكل ده. هلمها كده على بعضها. انا مصوره لكم بالتفصيل انا بعملها ازاي. هفضل الم فيها كده
بالشكل ده كده تفضلوا تلموها كده بايديكم. بصوا. وبعدين هنجيب بقى الصينيه اللي هندخل فيها في الفرن، هدهنها زبده كويس، وهبتدي افردها كده بايدي على الصينيه بالشكل ده كده. وبعدين هدخلها على الفرن على درجة حرارة 250 أعلى حاجة في الرف الوسطاني. هي بتاخد بالظبط ربع ساعة سوا بالكتير قوي. وطبعا تفضلي تبصي عليها وتتابعيها. بصوا شكلها عامل ازاي، لونها كده ذهبي وجميلة جدا. وابتديت بقى احطهم، انا عملت 4 فطاير، حطيتهم فوق بعض. وبعدين بتغطيها كده بستريتش او كيسة عندك عشان ما تنشفش معاكي وهي سخنة. وبتاكليها بقى بعدين بقى وبألف هنا وشفا، تاكليها بقى بالعسل مع الجبنة القديمة، بتبقى تحفة. وطالعة بقى كمان مورقة كده. بصوا، بصوا هوريكم، قطعتها كده بالنص. بصوا، بصوا مورق ازاي وجميل، والسوا بتاعه حلو جدا. على فكرة انا سويتها في الفرن، في فرن الكهرباء، ما سويتهاش في فرن البوتاجاز، عشان فرن البوتاجاز هينشفها، فانصحكم بفرن الكهرباء احسن. وبألف هنا وشفا.